بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نديرو تتمة للدعوة المباركة. انتهينا ديك المرة وتنام على شقك الأيمن وتقول اللهم أيقظني في ساعة الإجابة التي دعاك فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتنام فإن الله عز وجل يوقظك فيها، فإذا أيقظك فتوضأ وادعو الله عز وجل، واعلم أن هذه الساعة بحث عليها كثير من المجتهدين ولا قدروا على تحصيلها، وهي مخيفة وفيها 30 دقيقة لا غير، ولا يكشفها الله تعالى إلا لمن أحب من عباده. والله ثم الله لو دعا بها على جبل يتفرق إلا كان له ذلك أسرع من طرفة عين. ولو دعوت الله أن ينزل صاعقة أو هلاكا على قوم لكان ذلك أسرع من لمح البصر. واعلم أن الله عز وجل نفحاته في هذه الساعة، ولا تدعو بها على الخلق فإنها مستجابة، ولا تخالط السفهاء، وعليك بالصوم والصلاة في الأسحار، ولا تفطر إلا عن ذكر الله وتكون الدعوة عندك، وزد دبر كل صلاة، فإن الدنيا تأتيك راغمة وتخاطبك الأرواح الروحانية، وترى الأولياء والصالحين والجن والإنس، وتنكشف لك الأموال التي في الأرض كلها. هذا إن أردت خدمة هذه الدعوة الشريفة، فارتقب أول الشهر من رجب أو شعبان ورمضان وغير من ذلك من الشهور، وتطهر ثيابك وبدنك، وقلل من الكلام، وصور مسجدا من الحجارة في غار وخلوة، وتبخر الخلوة بعود العنبر والجو والمسك والمسك، وبخر ثيابك وادخل الخلوة واكتب سورة الفاتحة 7 مرات والخاتم الكبيرة والصغيرة والدعوة، وعلقهم فيها على عضدك الأيمن، ودور دائرة عليك من كاغيث على سجادتك، وتكتب على الدائرة آمن الرسول إلى آخر السورة وآية الكرسي والمعوذتين. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، إن شاء الله السيمانة المقبلة إن شاء الله غادي نديرو تتمة. غتصبروا معنا، هاد الخير هذا إن شاء الله كتير وفيه الفائدة، وأنا تنقول اللي هو مهتم بهاد الدعوة بغا يخدمها كما ورد في الكتاب، أنا نخلي ليه نمرة التليفون ديالي في الوصف ويتصل بيا إن شاء الله، وربما حتى إلا بغا الكتاب نقدر نناقش معاه ونشوفو معاه شنو كاين. إيوا تفاعلوا معنا وديروا الاشتراك إن شاء الله باش نستافدو جميعا من هذا الخير إن شاء الله الكبير.